إيه رأيك؟ هل البرق الكروي مجرد ظاهرة طبيعية ولا في سر أكبر وراها؟ يلا بينا نعرف سوا السر في إيه؟ تخيل إن في كرة من البرق بتتحرك قدامك كأنها حقيقية. الظاهرة دي اسمها البرق الكروي. كرات ضوء غامضة حجمها ممكن يوصل لمتر كامل وبتظهر لثواني معدودة. المثير للدهشة إن الكرات دي بتتحرك بحرية، تدخل من شباك، تمشي في غرفة، وأحياناً تختفي فجأة بانفجار قوي. من سنين العلماء مش قادرين يفسروا الظاهرة دي بشكل كامل. في نظريات بتقول إنها غازات مشتعلة، ونظريات تانية بتربطها بالمجال الكهرومغناطيسي. اللي أكيد إن البرق الكروي من أكتر الظواهر الطبيعية غموضاً وخطورة في نفس الوقت. الظاهرة دي نادرة جداً، العلماء بيقولوا إن 1 من كل مليون شخص ممكن يشوفها في حياته. في تقارير قديمة من القرن ال19 بتوصف البرق الكروي. حتى في حروب زمان الجنود كانوا بيشوفوا الكرات المضيئة وسط المعارك. الغريب إن الكرات دي مش لون واحد، ساعات بتكون حمراء، ساعات صفراء، وساعات بتظهر بلون أزرق نقي. في سنة 2012 علماء في الصين قدروا يسجلوا فيديو حقيقي لبرق كروي لأول مرة، وكانت كرة ضوء ماشية وسط عاصفة. رغم إنها جميلة لكنها ممكن تكون خطيرة. في تقارير إن البرق الكروي انفجر جنب ناس وسبب حرائق صغيرة. الظاهرة دي اسمها البرق الكروي. كرات ضوء غامضة حجمها ممكن يوصل لمتر كامل وبتظهر لثواني معدودة. لسه الطبيعة مخبية أسرار أكتر، هنشوفها مع بعض في الفيديوهات الجاية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وقول لنا تحب تعرف ايه في الحلقات الجاية. سلام.